السلام عليكم، معكم باسل وحياكم الله في قناة شنب كيسي. اليوم جايب لكم 5 معلومات عن لعبة سبينر اللي اكتسحت العالم بشكل غير طبيعي، والناس صاروا يشترونها من باب الفضول وليس الحاجة. خلونا نبدأ. في المرتبة الخامسة لعبة سبينر، صنعت في الصين وكان قيمتها حوالي ريال أو أقل، أما الآن وصل سعرها 20 أو 25 ريال. كان يوجد منها فقط 7 ألوان. معنى كلمة سبينر هو الشيء الذي يدور حول نفسه، مثلا زي المروحة، زي الغسالة تدور حول نفسها، هذه يسموها سبينر. أصل اختراع لعبة سبينر هي امرأة أمريكية اسمها كارثين هاتنغر، ولكن لم تستطع التسويق للعبة بشكل صحيح، فأخذوها الصينيين واستغلوه بالشكل الصحيح، وصار عندهم أرباح بالملايين. ما هي لعبة سبينر؟ هي لعبة ثلاثية الأجنحة تقوم بالدوران بشكل محوري حول نفسها، تكسب من يلعب الهدوء والتخلص من التوتر. يوجد بداخلها رومان بلي مصنوع من السيراميك. لعبة سبينر ممكن أنها تدور لمدة دقيقة كاملة بدون توقف، لذلك ممكن تخليك تقلع عن العادات السيئة. حظرت بعض إدارات المدارس في السعودية استخدامها في المدارس وعملت على مصادرتها. يعني حلو، خلها في بيتك أحسن لك. حقيقة اللعبة، المستشار النفسي أحمد النجار أوضح أنه مثل هذه الألعاب لم يثبت علميا جدواها في العلاج النفسي. يعني الزبدة من كل هذا الكلام أن اللعبة فقط للتسلية، ولا تشيل التوتر ولا تشيل الضغط من الإنسان ولا شيء. وآخر المقطع، لا تنسون من اللايك والاشتراك والنشر. يعطيكم ألف عافية على الدعم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وداعا إلى اللقاء في موعد جديد يطيب فيه اللقاء.